السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معانا في وصفة النهاردة من مطبخ حلو حادق صينية البطاطس بالفلفل الحار والطماطم المبشورة. طبعا احنا معانا في المقادير بتاعتنا في حدود كيلو ونص بطاطس او كيلو بطاطس على حسب رغبتكم. معانا طماطم مبشورة برضو للكمية اللي تحبوها، ومعانا معلقة توم مهروس كبيرة، ومعانا بصلاية متقطعة حلقات كده زي ما انتم شايفين. ومعانا فلفل حامي، طبعا ده اساسي، عاوزين تبدلوه بفلفل رومي او فلفل الوان براحتكم. معانا كمون، فلفل اسمر، 3 مكعبات مرق دجاج، زعتر، روزماري. ماشي، لو ما فيش زعتر روزماري بلاش، يبقى فلفل اسمر وكمون و... ومكعبات مرقة الدجاج، وبتديها تيست رائع. صينية سهلة جدا وأروع مما تتخيلوا. وطبعا كان عندي شوربة فعملتها عليها، وسهلة جدا في كل حاجة. نزلنا بالبصلاية المتقطعة حلقات، مع معلقة الثوم الكبيرة المهروسة، مع الفلفل الحامي، مع التوابل، ومرقة الدجاج اللي احنا هرسناها قدامكم كده. هندعكوا حلوة قوي 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 الحاجات دي كلها مع بعض. يعني هنفركهم حلو قوي مع بعضهم كده زي ما حضراتكم شايفين، عشان كل الخليط ده يشرب من بعضيه، البصلة مع الفلفل الحامي مع الثوم. ماشي يا حبايبي. الطريقة دي يا جماعة طريقة أمي الله يرحمها، طريقة جميلة جدا وأنا بتبعها لحد دلوقتي. وبعدين البطاطس لما تيجوا تقطعوها ما تقطعوهاش رفيعة عشان ما تتهريش منكم ويبقى شكلها مش ظريف في التقديم. تقطعوها حلقات سميكة شوية زي ما أنا مقطعة كده، ما شاء الله بتفضل حلوة ومحتفظة بكينونتها وبشكلها، وبتتقدم بطريقة ظريفة وعمرها ما تتهري منكم في التقديم. بنقلب كل المكونات حلوة أوي مع البطاطس زي ما حضراتكم شايفين. طريقة بطاطس طعمها روعة يا جماعة. والفلفل الحامي ممكن تبدلوا برومي أو فلفل ألوان أو على حسب رغبتكم انتوا. مش عاوزين مرقة الدجاج تحطوا ملح عادي، وطبعا التوابل على حسب الكمية اللي انتوا عاوزينها. انا حاطة التوابل على حسب كمية البطاطس، وبرضو الطماطم هكذا. هننزل بالطماطم المبشورة كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنقلبها بعد كده كلها مع بعضها بالمعلقة كده. طبعا كنا الشوربة دي انا بفرزها على طول في الفريزر، لو احتجتها بطلعها في اي وقت، لو ما فيش لحم او فراخ او اي حاجة بطلع الشوربة دي استخدمها في اي اكل كده، ايه زي ما حضراتكم شايفين. ماشي، بشيلها في اكياس او في حلل صغيرة كده، وبعد كده اخد منها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا حطينا زيت، انا عملتها بزيت، عاوزين تحطوا سمنة على زيت اللي يريحكم. عامة صينية البطاطس الافضل والاطعم ليها بتتعمل بالزيت، بس الزيت يكون نوع نظيف. هننزل دلوقتي بالشوربة زي ما حضراتكم شايفين كده، بالشوربة اللي تكفي صينية البطاطس وتعديها، عشان خاطر لو بتحبوا فيها الصوص كتير هتزودوا الشوربة، بتحبوه قليل او بتحبوها ناشفة هتقللوا الشوربة. مثلا هتبقى زي كده دلوقتي، انما انا لسه هزود شوربة تاني عشان احنا مش بنحبها ناشفة قوي. ماشي، وبنظبط حدقها وكل حاجة، وبعد كده بنحطها كده على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز من فوق. طريقة سهلة وبسيطة جدا وطعمة جدا يا جماعة، وجنبها شوية رز بشعرية او شوية مخلل من اللي عندكم، ويا خبر ابيض على الجمال والله. ولو غمستوها بعيش كمان اقسم بالله خطيرة خطيرة، وهتعجبكم جدا، وجربوها بطريقتي دي. يا على طعمتها وجمالها. ماشي. انا طبعا كنت زودتها شوربة تاني وكده، كنت حطيتها على عين البوتاجاز لان انا سويتها على البوتاجاز من فوق زي ما حضراتكم شايفين. انا بوريها لكم وهي بتغلي اهي، وكده كانت استوت معانا، وكان جنبها رز بشعريه. ويا رب لو الوصفه عجبتكم تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناه، والسلام عليكم.